بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الفتره دي قابلت كذا واحد مجروحين وبيقولوا ليه يا رب لماذا يا رب. فعاوز اكلمكم عن بعض التساؤلات اللي احيانا الواحد لا يجد لها اجابه شافيه. ممكن الواحد ما يريحش اللي قصاده باجابه مقنعه. ليه يا رب؟ زي موقف أيوب اللي معانا طول الصوم. أيوب واحد من النبوات الأساسية تقريبا كل أيام الصوم، ومعانا في أسبوع الآلام. والسؤال الأساسي في أيوب كله ليه يا رب؟ ليه عملت فيا كده؟ ومحدش عارف يجاوب. فين لما ربنا جاوب وريحه؟ وطبعا ريحه في السماء دلوقتي والإجابة خلصت. تعالوا أقول لكم عينة من الأسئلة اللي أحيانا لا تجد لها حل أو إجابة مقنعة. ليه يا رب ما منعتش ابنك الضال من الخروج من البيت؟ ساعات يجي لي شخص يقول لي إذا كان ربنا بيحبني كان المفروض يمنعني من الشر، ليه سابني أبهدل نفسي؟ طب يا حبيبي إحنا بنقول ربنا بيدينا حرية. يقول لي لا أنا لو أب مش هسيب ابني يعمل في روحه كده. أبقى مش عارف أجاوب، مش عارف أجاوبك. لو ربنا منعنا نزعل منه، ولو سابنا بنزعل منه برضه ونقول له سبتني ليه؟ وبعدين يقول لي طيب وبعد ما ضاع ما طلعش يجيبه ليه؟ مش كان يجري وراه؟ يا حبيبي ما كانش هيسمع له، لأنه كان لسه مقتنع باللي بيعمله، وأبوه اداله كل الحب. برضه أنا مش بقول بجاوب دلوقتي، لأن أنا بقول لكم الإجابات ما بتريحش. أنا دلوقتي بعترف لكم إن في أسئلة ليست إجابتها شافية ولا مريحة، بس هنشوف هنوصل لإيه. قصة السامرية، ليه يا رب ست زي كده عطشانة ليك لغاية ما اتبهدلت؟ طب ما كنت رحت لها قبل كده، كنت زرتها من قبلها من كام سنة قبل ما تكون اتجوزت نمرة 5، وبعدين عايشة مع 6 من غير جواز. طب ما هو يعني كنا من أول واحد بعد ما اتبهدلت مع أول راجل وهي عطشانة حب واحترام. كنت رحت لها قلت لها سيبك من السكة دي، تعالي اشتغلي معايا في خدمة الخلاص وعيشي كده بتول نقية زي ما كملت السامرية. طب ليه يا رب؟ ليه سبتها تتبهدل البهدلة دي كلها وتتمرر ده كله؟ سؤال كمان، ليه يا رب سبت المخلع 38 سنة؟ يعني مش كفاية عليه سنة؟ طب 2، طب 5. جاي له بعد 38 سنة بعد ما عجز عشان يقف على رجليه ويعيش تاني. صحيح كتر ألف خيرك، بس برضو مش قادر أمنع نفسي من السؤال، ليه يا رب ما رحتلوش بدري عن كده؟ ليه ما اديتوش حياة حلوة قبل ما يعجز ويبقى فين لما هيمشي على رجليه وتلاقيه عدى 60 دلوقتي؟ طيب إذا كان ده يا رب مرتبط باللي عمله، أنت قلت له لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. طب هو كل واحد كان شرير وصل للحالة دي؟ ليه يا رب عندك ناس بتشد عليهم قوي وناس تانية أنت بتفوت لهم؟ ليه ساعات بنلاقيك واحد بيغلط يتأدب تأديب شديد قوي ونفس الغلطة ونلاقيك ما عملتش حاجة؟ برضو الواحد مش فاهمك يا رب. طب ليه يا رب سبت المولود أعمى لغاية ما اكتمل سنه وبقى قد 40 سنة مثلا؟ مش كان أحلى لما يفتح وهو طفل؟ يجوز أبوه وأمه ترجوك وتمنوا منك تعمل معجزة في أول كام سنة. ليه سبته لما كبر؟ وليه سبته لما المجتمع اتعود عليه وبقى شحات وبقى بيسمع كل يوم كلمتين بايخين، هو اللي غلطان ولا أهله اللي غلطانين؟ ليه سبته يتعذب العذاب ده كله وانت محب للبشر؟ إذا كنت جاي تتعذب بدلنا سايبنا للعذاب ليه؟ طب كنت وفرت العذاب ده كله. إذا كانت معجزة بمعجزة كانت حصلت بدري عن كده. طيب سؤال كمان، كل ده عدى علينا في الصيام لو واخدين بالكم. ليه يا رب لعذر بقى السبت الجاي؟ ليه ما لحقتش لعذر في مرضه؟ ده السؤال اللي البنتين سألوه بحرقة. لو كنت ها هنا لم يمت أخي. ليه تأخرت؟ في أغلى من لعازر عندك؟ لعازر حبيبك وبعتنا لك وقلنا لك
وما تقدرش تقول معرفش. وبعدين ده انت بتعمل معجزات للغريب، يبقى البيت اللي بيضيفك وتعيش فيه وتاكل منه وحبايبك اللي ملهمش غيرك تسيبنا في المرار ده؟ ليه ما جيتش؟ ليه تأخرت؟ طيب سؤال تاني، يا رب إذا كنت أقمت العازر، كام مريم ومرسى اتمنوا إنك تقوم ميتهم، اشمعنى العازر قام وفي ملايين من العازر ماتوا ما قاموش؟ ومحب على ناسهم لو كنت تيجي تقومه بعد رابع يوم ولا بعد أول يوم. أي حد بيفقد شخص غالي بيبقى نفسه يا سلام يا رب لو تيجي دلوقتي وتقيم لعازر انت كمان. ما بيحصلش. طب اشمعنى لعازر؟ طب ليه ما بتكررش كده مع كل الناس؟ ليه يا رب؟ ليه سبت أيوب يعاني كل العذاب ده؟ أيوب انت شهدت له وقلت راجل صالح وبار ومفيش في الدنيا زيه وبيخافني وبيحبني. هو اللي يحبك قوي تعمل فيه كده؟ مش كفاية طيب خسر فلوسه؟ طب خسر فلوسه كفاية، يخسر كمان عياله، صعب قوي كمان. ومش عياله بس، يخسر كمان صحته. ليه ده كله؟ دي أي علقة من دول تظبط 100 واحد. هو يعني لازم العلق ورا بعض كده؟ ما سبتلوش ولا حاجة خالص. ليه كمية العذاب دي؟ ما كانش فيه. طب لو قلت لنا يا رب أنا بشفيه من كبريائه زي ما عرفنا كده، من كبريائه بره الذاتي ده، طب ما فيش طريقة تانية يا رب؟ ده أنت حلال المشاكل، ده أنت إله العجائب. ما فيش طريقة أخف وأسهل من النار اللي دخل فيها دي. كأننا بسأل ربنا بقول له ليه يا رب بتسيب حبايبك يحبطوا فيك؟ بصعب عليا صدقوني لما يجي لي شاب كده يقول لي زعلان من ربنا، زعلان ومش عاوز أصالحه، وافضل أنا حايله صدقني ربنا حلو يا ابني، صدقني ربنا بيحبك. يفضل بقى يقول لي الأسئلة اللي مش بعرف أرد عليه. ولو بيحبني ما سمعليش ليه؟ قول لي إيه غلط في طلبي عشان ما يسمعليش؟ ده أنا مش بطلب حاجة زيادة، ده أنا بطلب ما تظلمش. أو بنت تقول ده أنا بطلب أتجوز واحد في خوف ربنا، ليه ما يدينيش عريس من إيده؟ أو واحدة تقول لي ده أنا بطلب شفاء لبنتي أو شفاء لابني، إيه الغلط اللي في الطلب؟ ليه أحبط مع كل الصلاة دي؟ ليه ما بيردش عليا؟ ليه وأنا عارفة أنه إله معجزات وعارفة أنه بيرد على ناس كتير وهو رد عليا قبل كده؟ أنت رب وعدت وقلت لا يخزى منتظروك. طب أنا يا رب مش عارفة أقول لك إيه رأيك بقى أن أنا منتظروك وأحيانا بأخزى؟ مش قادر أفهم بقى الآية دي. أنت بتقول ما بتكسفش اللي بيستناك، طب أعمل إيه أنا مع الناس اللي حاسين إنك كسفهم؟ ليه يا رب بتسيب الشك يغلب عيالك؟ طيب في واحد أنت عارف إن مستوى الروحي قد كده، ساعات يا رب أحس إنك أنت بتجربه فوق طاقته، يعني الضغط حصل له ده فوق طاقته في نظري على الأقل كإنسان. طب أنت بتخليه يدخل في الشك، طب أنت بتكره الشك وصعب عليك لما توما شك وحيلته عشان ما يشكش. لكن في ناس بتقع في الشك لأنها بتطلب الصح ما بتلاقيهوش، وبتصرخ إليك وما بتشوفكش، وبتتذل ومش طايلاك، وبعدين نرجع احنا في الكنيسة نقول لها ربنا بيحبكم ما يصدقوناش. ليه يا رب واحد من اللي بيحبوك وبيحبوك بجد يصرخ في يوم من الأيام ويقول لك إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إزاي واحد من أقرب الناس ليك يوصل للشعور ده يقول لك إلى متى تنساني كل النسيان؟ الإجابة الوحيدة الحقيقة اللي عرفت أفكر فيها هي كلمة هنسمعها في الأسبوع ده، هي كلمة ليس بعد أو ليس الآن. زي ما قالها البطرس لست تفهم إيه بعد ما أنا أصنع. ربنا إجابته الوحيدة عن الأسئلة الصعبة دي بكرة يا ابني، بكرة تفهم. طب أنا زعلان منك النهاردة ولو، طب أنا مخصمك برضو معلش، طب أنا مش همشي معاك هجيبك بس مش هقولك دلوقتي، مش هعرف أقولك، مش هتفهمني. لو حبيت أحكي لك مش هتفهمني. عاوز أحكي لك من أول التاريخ لآخره عشان أقولك ليه بيحصل كده. عاوز أفهمك إيه اللي جواك قبل اللي براك عشان تفهمني.
عاوز اوريك امور كتيرة غايبة عليك يمكن تفهمني، فانا مش في الاخر هلاقي نفسي مهما قلت مش هتفهمني، فبسكت واقول بكرة يفهمني، بكرة يعرف ان اللي بعمله ده ليه مش عليه. تعالوا نسأل دلوقتي بقى، دلوقتي بعد شوفوا 2000 سنة والسامرية في الفردوس دلوقتي، والمولود أعمى في الفردوس، والابن الضال ده رمز الكل اللي تابوا ودخلوا العذر يا بخته في الفردوس. فبنتخانق ونزعل، يسكت لأننا ما بنفهمش بالساهل، ويسكتنا بمحبته ازاي، يطلع الصليب ويتسمر والشوك في راسه والوجع فوق احتمال أي بشر، ويصمت ويقول ها بعد المنظر ده لسه شاكين ان انا بحبكم؟ لسه بتقولوا لي بما انك ما استجبتش في الطلب ده يبقى مش بتحبنا؟ طب والصليب؟ لسه هتقول لما خدت مني فلان يا رب تبقى ظلمتني؟ طب والصليب يا ابني؟ لسه هتقول لي اتأخرت عليا ليه؟ ده انا تعبت قوي. طب وحبيب الصليب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ إذا كنت احتملت ده كله يا ابني، إيه في طلباتك ممكن يبقى صعب ولا غالي؟ أي طلب سهل قوي، إن كان لمصلحتك أجيبه لك وأجيب 10 منه، لكن أكيد الطلب مش لمصلحتك، وعشان كده مش راضي أستجيب. لو فهمتني هتقبل. فآلام وأحزان الصليب رد آخر على ليه يا رب؟ يجوز ليه يا رب؟ ما عندناش منطق، ما عندناش رد، لأنه ما أبعد أحكامه عن الفحص. أنا هدخل مخ ربنا وأعرف قاصد إيه من كل شخص ليه بيعمل كده؟ ما أقدرش. لكن اللي أنا هفضل أقدر أعلن أنه واشهد بيه وأعيش ليه هو أن المسيح اللي مات من أجلنا مش هيستخسر فينا حاجة أبدا، وأي طلب ممكن نطلبه سهل ورخيص قوي جنب أقل قطرة دم نزلت منه. إذا كانت ساعة الصليب دي سنين من العذاب، إذا كانت أسوة الأحداث سنين من الظلم والقهر، يجوز أنت مظلوم وبقالك سنين. طب المسيح اتظلم ظلم فظيع صحيح في ليلة واحدة، لكن ده الليلة دي بمئات وملايين من السنين. يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا يعني خلاص مفيش حاجة تاني تتقال بعد البذل ده، مفيش حب أعظم من كده. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. عشان نكمل الصورة، ربنا لما نقول له ليه يا رب، أي سؤال يبتدي بليه في شكوى كده يشاور لنا يقول لنا ايه؟ بصوا قدام شوية، بصوا بعد الصليب، بصوا بعد الاسبوع ده. بعد الاسبوع ده في فرح لا ينطق به، في أبدية وسعادة لا تتخيلوها. أنتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، لكن حزنكم يتحول إلى فرح. فأنت زعلان، أيوة يا ابني، ما ده زمان الزعل، دي أرض الأحزان. طب نعمل إيه؟ طيب ده طريق ضيق، ده باب ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق، مش هينفع نغير طبيعة الأرض. على وعد في الأبدية في فرح ما بيخلص. فحبيبي لو ما كنتش قادر تطلع من حزنك هنا، توقع الفرح الأبدي، عيش على رجاء الفرح الأبدي، اتصبر على اليومين دول وقول هانت برضو كلها كم يوم ونخلص ونفرح إلى الأبد. يقول أنتم عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. إحنا سؤال ليه يا رب هنفضل نقوله طول ما احنا عايشين، لكن بعد ما نسيب الدنيا دي ونشوف بقى الفرح بتاع الفردوس والنعيم الأبدي، في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. ليه؟ كل الأسئلة اتحلت. أول ما نحط رجلنا في السماء نقول له خلاص فهمنا، يبقى معاك حق في اللي عملته، يبقى كتر ألف خيرك إنك ما سمعتلناش، سبتنا نرفص ونزعل ونخبط راسنا في الحيط، معلش كتر خيرك برضه، لأنه لن نسألك شيئا يا رب. هنسأل على إيه؟ طلع معك حق، طلع اللي انت عامله هو الصح دايما.